الحضور الكرام، مساء الخير. طبعا سعداء في دار الشعب مراكش أن نواصل معكم برمجة الموسم الثامن. هذه المرة نلتقي في فقرة جديدة من ندوات. طبعا يحضر معنا الشاعر والمترجم والباحث سي نور الدين الزويتني، ولأول مرة تشاركنا الشاعرة والباحثة والمترجمة لاتوريا وقاص. طبعا في إحدى إشراقاته يؤكد المفكر عبد السلام بن عبد العالي أن الترجمة إبداع متواصل، لا يمكن أن تكون الآخر ذاته، وليست هي النص الذي كان سيكتبه المؤلف لو أنه تكلم لغة المترجم، وأن المسافة بين الذات والآخر لا يمكن أن تلغي إلغاء تاما، وأن كل ترجمة تظل شفافة لا تستبعد النص المترجم ولا تصبح بديلا عنه. ربما هذا الشعور وما عبر عنه جوت نفسه بأن جعل مرآة الترجمة منكسرة. في النهاية الترجمة ليست أبدا علامة على تبعية، إنها ليست قهرا للآخر ولا ارتماء في أحضانه، وإنما هي تحول وتجدد وترحال وانفتاح وتلاقح وتكاثر وحياة. سعداء أن يكون بيننا الشاعر والمترجم والباحث نور الدين الزويتني، والباحثة والمترجمة والشاعرة لاتوريا وقاص. وستكون لنا فقرة خاصة رغبنا أن نسهر دائما على تقديم باعتزاز إشراقاتنا الشعرية. ستكون لنا لحظة خاصة مع الشاعرة والمترجمة مريم إيجو، هكذا علمتني أن أنطقها. وطبعا ستكون مريم أمام قراءة لأحد نصوصها وترجمة قامت بها هي لقصائد شعراء هنا من مدينة مراكش. دعونا نبدأ مع سي نور الدين الزويتني. سي نور الدين الزويتني، تتذكرون أنه كان هنا بيننا في درس افتتاحي. سي نور الدين يزاوج هذا السياق الإبداعي الخاص والمعرفي أيضا. طبعا نعرفه كشاعر، وهو أيضا باحث يهتم بالنقد الشعري وأيضا بمجال الترجمة، وأهم من ذلك أنه مترجم. ولعل هذا السياق يفيدنا في أننا اخترنا لسانين، اللسان الإنجليزي مع نور الدين الزويتني، واللسان الفرنسي مع لاتوريا وقاص. بينهما توجد مريم على أساس أن يكون سياق الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وهذا سيفيدنا في تمثل ما سنتحدث عنه هنا. طبعا عندما نتكلم سي نور الدين عن الترجمة والسياسات اللغوية في المغرب، دعونا نبدأ أولا بسؤال عام أبعد من أن نتحدث عن الآخر وحضوره في الترجمة. الترجمة والسياسات اللغوية في المغرب والعالم العربي عموما، هل نمتلك اليوم وعيا نقديا ومعرفيا بل واستراتيجية لترسيخ ومأسسة فعل الترجمة اليوم، خصوصا في هذه الحاجة الماسة الدائمة لهذه المأسسة على ضوء حاجتنا المتزايدة داخل هذه القارة الكونية التي نعيش فيها اليوم، والتي أمست صغيرة بحكم هذا التطور التكنولوجي الذي يحضر بقوة. وحين نقول مؤسسة الترجمة يعني تكون مؤسسة كبيرة خاصة بالترجمة وتنظيم للترجمة. أظن إذا الترجمة الوحيدة الممأسسة في المغرب هي الترجمة القانونية. الترجمة القانونية فعلا، وهذه ربما قد تكون رافعة للترجمة في المغرب إذا يعني أخذت بعين الاعتبار، لأنه مثلا في الترجمة القانونية لا يمكن لأحد أن يكون مترجما قانونيا، هناك مسار يجب أن يتبعه، مسار مؤسساتي.
يعني مباريات، امتحانات، تمارين. يعني المترجم القانوني لابد أن يمر في نهاية المطاف بفترة التمرين. فأظن هذه ربما وزارة الثقافة في المغرب أخذت على عاتقها مشروعا ليس شبيها ولكن مستلهما من وزارة العدل، لأن الوزارة المشرفة على الترجمة القانونية في المغرب هي وزارة العدل بصرامة. والآن راهم داروا نظام جديد، خلقوا دابا مشروع جديد، مشروع يعني متطور خاص بالترجمة القانونية. إذا لو استلهمت مثلا وزارة الثقافة شيئا من هذا الحرص يعني على رصانة الترجمة، على سلامة الترجمة، على يعني الاهتمام بالمترجم والاهتمام بالترجمة، لكان ذلك يعني أفضل. ولكن لا أظن أن هناك اهتماما مؤسساتيا بالترجمة خارج الترجمة القانونية. اسمح لي سيد الدين، غير نقاطعك في واحد المسألة. عندما نتحدث عن التجربة المغربية، خصوصية المغرب أنه يشهد، لذلك أنا أشرت للسياسة اللغوية في المغرب. خصوصية المغرب مقارنة مع الدول العربية الأخرى أنه يعرف تعددا لسانيا. لدينا تعايش ما بين اللغة العربية، ما بين الأمازيغية، ما بين الحسانية. هذا العمق، التعدد اللساني والتنوع الثقافي المغربي ظل خصوصية تميز المغرب مقارنة مع بعض الدول العربية الأخرى. حديث شهدناه السنوات الأخيرة حول محاولة ترسيخ هذه السياسات اللغوية في المغرب ومراجعتها بعد ما تراكم السنوات الأخيرة في حقل الترجمة كما قلنا في البداية بمبادرات فردية. ألم يئن الأوان اليوم أن ينتقل المغرب إلى هذه الخطوة في مأسسة فعل الترجمة، بحكم أن حتى العديد من الأقاليم المرتبطة بهذا الموضوع تغيرت، حتى منظورنا الآخر تغير. الآخر أصبح هو نحن في الأساس، لم يعد ذاك الآخر هو ذاك الشيء الهلامي المخيف أو تلك الحضارة المخيفة، بل أصبح الآخر هو الحاضر فينا نحن أيضا. أليس الآن أوان إعادة النظر في مأسسة الترجمة ببعد أو حتى بقرار سياسي؟ طبعا، خصوصا أن الترجمة في المغرب يعني هي نشاط محترم بالمقارنة مع متطور، بالمقارنة مع العربية أخرى، مع البلدان العربية الأخرى. يعني الترجمة مزدهرة في المغرب. وحين نقول المأسسة، يعني أنا أفكر أولا ربما في حماية المترجم. نفكر في هذا، لأن المترجم مثلا لما قلت الترجمة القانونية، المترجم القانوني محمي، يعني عنده مصادر، يعني هو يمارس الترجمة كوظيفة، يعني لا يحتاج إلى وظيفة أخرى. بينما المترجم خارج الترجمة القانونية هو تجده إما أستاذا أو موظفا، يعني هو لا يشتغل بالترجمة ليكسب قوته، ليس هناك من يشتغل بالترجمة خارج الترجمة القانونية، يعني الترجمة الأدبية مثلا ولا الترجمة الأكاديمية، ليس هناك من يعني يزاولها ويعيش منها، بخلاف المترجم القانوني. المترجم القانوني يعني هناك يعني مزدهرة، الترجمة القانونية مزدهرة بالمغرب. فحين أقول المأسسة، يعني أنا دائما يعني ربما تفكر في أشياء أخرى أعرف ذلك، ولكن أنا أفكر في حماية المترجم. يعني كيف مثلا حين تستعرض هذه الكتب التي ترجمها المغاربة مثلا، تستعرض هذه الكتب يعني والطريقة التي يعني مسار هذه الترجمة، تجد أن هناك إجحافا في حقهم، إجحاف كبير في حق المترجم. إذا كان مثلا كتاب لنقل كتاب من 200 صفحة،
يترجم مثلا في بلد كفرنسا أو بريطانيا بمثلا $8000 $8000 $7000 كتاب يعني يستمر يأخذ يعني ربما شهر. فتجد أن كتابا من 200 صفحة يترجم هنا ب5000 درهم، 5000 درهم، 6000 درهم. يعني هذا إجحاف كبير وتبخيس ومرده إلى يعني غياب هذه المؤسسة. إذن فحين أقول المؤسسة أقول حماية المترجم وحماية كذلك المترجم الحقيقي، المترجم المتكون، المترجم المحترف، هذا كذلك. لأن الترجمة حين لا تكون هناك مؤسسة صاهرة على الترجمة ماذا يحدث؟ يحدث أن كل من هب ودب يمكن أن يزاول الترجمة. يعني أنا أستاذ للغة الإنجليزية ممكن أن أترجم. بغينا نسمعوا اللاتورية في نفس المحور مادام نتحدث عن السياق العام، نشر كل اللاتورية بحكم أن أيضا كما تحدثت في البداية وأشرت أن السي نور الدين له علاقة خاصة باللغة الإنجليزية. حضور اللغة الإنجليزية في السنوات الأخيرة تعرفون أنها تحضر بقوة. تحدثت في البداية عن التعدد اللساني في المغرب، العمق الأمازيغي، الحساني، الزجل، ولكن أيضا ملاحظة أساسية في التجربة المغربية أن لدينا ترجمات. عندما نذهب إلى الشمال لدينا مترجمين مثلا اللغة الإسبانية. عندما نتحدث مثلا مجال الشعر لدينا مثلا شاعر ومترجم كخالد الريسوني، واستضفناه هنا، معروف وله حضور قوي في المهرجانات الدولية في ترجمته من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية. اللغة الإنجليزية لدينا أيضا أسماء يحضر معنا السي نور الدين الزويتني كنموذج. عندما نتحدث عن سياق اللغة الفرنسية تحضر معنا اللاتورية وقاص، وهي شاعرة وتهتم بهذا المجال. خصوصية اللاتورية أنها تقوم بترجمة داخلية، إذا سمحت لي بتوظيف هذا المصطلح، خصوصا لنصوصها هي، ولكن في علاقة بهذا الموضوع، علاقة الترجمة بالسياسة اللغوية بحضورها ومؤسستها. اللاتورية بغينا نسمعوا رأيك. شكرا. السلام عليكم، تحية للجميع، جميع الحضور هنا. تحية كبيرة للسي عبد الحق ولدار الشعر وصديقي وزميلي نور الدين زويتني. قبل كل شيء أود أن أوضح شيئا. أنا درست في باريس بطبيعة الحال، درست لانتربريتاريون، يعني كنت انتربريت، وصعيبة لانتربريتاريون، صعيبة بزاف، لأن درت ان دبلوم، وكنت كندير في الانستيتيو دو موند عرب ملي كيكونوا ندوات بالفرنسيه بين الفرنسيه والانجليزيه والامازيغيه. كنت دايره ان دبلوم في لينالكو، يعني كنت كندير الترجمه الفوريه، وترجمت شويه بلونشو. وانا غير باش نهضر على واحد القضيه، اشار الصديق زويتني الى يطالب بحماية المترجم، وأنا أطالب بحماية النص. كيف؟ لأن في غياب مؤسسة اللي قلتي، ما عندناش شي أكاديمي ولا شي سونتر ديال لا تراديكسيون كيف فرنسا مثلا، كيجي أي واحد كيترجم النص. وأنا بحكم كندرس ترجمة في الكلية، كندرسها وعندي أنكس دو تراديكسيون، كنديروا كل عام مع الطلبه ديال البحوث كنديروا واحد لو بروجي تراديكسيون، كناخذوا غالبا روايه مغربيه تتكون عامره بلي كولتورام ديال المغرب، لا كولتور، كنترجموها للفرنسيه. وفي نفس الوقت كاين عندنا واحد لاكس اخر اون كومبار، زعما تنحاول نقارنوا بين ترجمه موجوده والنص الاصلي. وما نلاحظه ملي كنترجموا، ملي كنشوفوا، لاحظنا بزاف دابا نص مترجم الفرنسيه ولا العكس، وكنقارنوا بيناتهم كنلقاو اخطاء فادحه ديال الترجمه. حتى الكبار، عندك اللاعبي ملي كيترجم درويش راه كيدير اخطاء، وشكون غادي يحس بهاد الاخطاء؟ غير بحالي انا، لان اللي كيقرا الفرنسيه ما غاديش يحتاج النص المترجم باش يقرا، يمشي ديريكتومون النص الاصلي. نفس الشيء
العربي كيقرا. اذا شكون اللي غيقرا لي دو تراديكسيون باش يشوف واش الترجمه امينه ولا جميله، غير شي واحد بازا. وهذا الشيء اللي خص دونك كيس كيل فو فير حتى حمايه النص الاصلي، لان كاين بزاف مترجمين تيكونوا هواة كيف قال الاستاذ زويتني. دوك الهواة شنو كيديروا؟ كنهضر على الترجمه الادبيه، يعني نصوص ادبيه ابداعيه، وكل واحد تيترجم كيف بغى. وكاين شي ترجمه تيخلي واحد لابارتي اللي صعيبه شويه تيحيدها. ولكن لو سمحتي لي لا توريه نقاطعك في هذه باش تشرحي لنا اكثر. واش ما كنتجهوش هنا لواحد النوع ديال تقديسيه النص الاصلي؟ يعني عندما نتحدث عن هذا العبور من سياق لغه الى لغه اخرى، بنيه ومنظومه مختلفه كليا على بنيه ومنظومه ثانيه، من له القدره كي يحدد لنا عقلانيه او منطقيه او صواب هذا الفعل؟ لا انا نقول لك كاين ترجمه خائنه طبيعي، اللي بالزم فيدال على حساب جورج مونا تقول لك الجميلات الخائنات. جميلات الخائنات شنو هما؟ هي الترجمه اللي فيه المؤلف تيولي بحال واحد مؤلف اخر، شريك في التاليف، شريك في الابداع. هذه زوينه، ولكن الترجمه كتبقى غير في لا لونغ، في لو ستيل. ولكن ملي تكون ترجمه كيهمل فيه عناصر في النص، هنايا اللي كتطرح مساله الخيانه العظمى الا بغينا، لان كيحيد فريمون ولا كيحور النص، وهنايا كتبقى مساله ايتيك، يعني اخلاقيه ما خصهاش تكون بحال كيغير النص. ونقول لكم مثلا ناخذوا ألف ليله وليله. ألف ليله وليله كان نص حكايات قديمه في التراث العربي ديالنا، ولكن في القرن 17 فاش ترجموه أنطوان غالون عطاه واحد الصبغه كبيره. علاش؟ لان تصرف فيها وهو اللي خلق ديك السرد، نص في نص وهذاك، وكاع الدراسات بداو كاين لانشاسمون بالعربي، يعني نص في النص وما الى ذلك. هذا جا من لا تراديكسيون دي غالون. دوك هنايا الف ليله وليله خدا واحد المنحى اخر، خدا واحد الحياه اخرى في لغه اخرى. هذه اللي جميل في الترجمه، هو ان النص مثلا النص تيكون في حياه في لغه، وين فوا كيترادوي غادي يعرف واحد الحياه اخرى في ديك اللغه. نحن امام حيوات ديال النص كيسافر بشرط. انا ما كنهضرش على الترجمه الحرفيه. الترجمه الحرفيه تقدر تضر النص اكثر ما تنفعه، ولكن الترجمه الزوينه، ولكن على شرط انه ما يتحيدش من النص، لا يبت، ولا عندك شي حمايه. تفضل. دابا هو فاش لما تحدث أستاذ عبد الحق على قال هو سألك، يعني قال هل نكون هنا بصدد تقديس نص المصدر، تقديسه، يعني دير شي ترجمه. يعني باش هضرتي انت على كل من هب ودب يترجم، هو ما اريد ان اقوله للاستاذ عبد الحق هو انه ما وصلناش لذاك الحد. دابا هي الاستاذه كتهضر يعني على المهارات بعدا ما كايناش. فوقاش نهضروا مثلا، واش نهضروا ندخلوا في ذاك النقاش مثلا الثقافي والاكاديمي على الترجمه وتقديس النص الاصلي ويعني والابداع، بحال اللي ذكر السي عبد العالي، السي بن عبد العالي قبيله في هذيك الاستشهاد اللي ذكرتي. لما بعدا كيدوز هذا المترجم كتكون عنده مهارات بعدا اصلا، المهارات الاساسيه. هي دابا الاستاذه هضرات بان ما يقع هو ان هناك اشخاص لا يمتلكون حتى هذه المهارات الاساسيه للترجمه، وفقط يتقنوا مثلا الفرنسيه والانجليزيه، ولانه بحكم انه عربي او مغربي فهو يعني يتكلم العربيه. فاذا هذا لا يكفي ان تتكلم اللغه الاجنبيه، ان تتقن اللغه الاجنبيه وتتقن لغتك الاصليه، لا يكفي. هناك مهارات. هذا الشيء علاش انا هضرت
علاش انا ذكرت لان انا الان منخرط في الترجمه القانونيه، هادشي اش كنهضر عليه. نعم. منخرط يعني في الترجمه، كنمارس الترجمه القانونيه. هادشي علاش قلت بان الترجمه القانونيه تحمي نفسها، لان هذا عندك حكم، ما يمكنش. واخا سؤال مباشر سي نور الدين، دابا كتكلمت على حقل ديال القانون والى ان بو ريجيد، كنتكلموا على لغه اللي احيانا ماشي ميته ولكن محكومه بواحد الصلاب خاصه، يعني امام لغه فيها واحد النوع الصرامه مباشره تقريريه. عندما الان دعونا نعود الى سياقنا الخاص اللي هو مثلا الجانب الابداعي. نحن امام لغه شعريه محكومه ببنيه ونسق مختلف كليا، وحتى عندما نتحدث عن نمط الصوره، نتحدث عن ميتافور، الاستعاره، لما نتحدث عن المجازات يعني اللي ممكن ان يخلقها الشاعر، نتحدث عن سياقات ثانيه. انا بغيت ننتقل للسؤال الثاني حتى نمر لفتره القراءات، والسؤال الثاني يهمنا في تلمس هذا الاخر، انتقال النص المترجم. يطرح سؤال حول سفر النص من سياق لغه الى لغه ثانيه، واحيانا الى لغه ثالثه. ما يمكن ان نعبر عنه بسياق داخلي، سفر داخلي للنص الابداعي. هل لنا القدره ان نتحكم في سياق الانتقال عندما يتعلق الامر بتلمس حضور الاخر في النص المترجم؟ ماذا اقصد بالسياق الثاني ديال السؤال؟ السياق الاول ربما مفهوم، انتقال النص من لغه الى لغه ثانيه. اللغه الثالثه هناك بعض الالتباسات. في لقاء سابق تحدثنا عن ما وصلنا من الشاعره مريريدا، الشاعره مريريدا شاعره امازيغيه. لم نتوصل بالنصوص المكتوبه، لم نتوصل بالنص الامازيغي الاصلي. ما تم التوصل به هو النص الفرنسي. ما قام به عبد الجويطي هو انه ترجم النص الفرنسي الى اللغه العربيه. هناك حلقه مفقوده في عمليه الابداع، الاساس، النواه الاصليه اللي هي اللغه الامازيغيه. والمدهش في الامر اننا نتحدث عن اللغه العربيه، نتحدث عن الامازيغيه المحكومه بنسق اكثر تعقيدا. ان يترجمها، ان يقدمها مترجم فرنسي ويعترف اساسا في تقديمه بصعوبه الامازيغيه وصعوبه ان ينقل هذه الاشعار الى هذه اللغه. الغرض هنا هو كيف نتلمس هذا الخيط في الثنائيه التي افترضناها نقاش اليوم، ثنائيه الانا والاخر. كنت قد قدمت لك مثالا سي نور الدين، قلت لك عندما يتحدث اليوم درويش في نص شعري ويتحدث في قصيدة شعرية، وقمت أنت سي نور الدين بترجمة النص الشعري إلى اللغة الإنجليزية، هل يظل مفهوم الأنا والآخر هو الذي يحضر في النص المترجم إلى اللغة الإنجليزية؟ ألا يصبح محمود درويش ضمن نسق الآخر في النص المترجم إلى اللغة الإنجليزية؟ أريد منك بعض التأملات في هذا الانتقال. هو فحق أنت عميق. لا ايش بالحق، الله يسكت. السؤال ديالك عميق وصعيب باش تتبعو مزيان زعما. هو بعدا نبداو بهذه القضيه ديال الشاعره مريريدا، الشاعره الامازيغيه. هو اظن ان هذه رحمه اننا لا نمتلك النص يعني الامازيغي. اظن بلاسين كما كيقولوا بالانجليزيه، بلاسين يعني واحد الحاجه رائعه اننا لا نمتلك على الاقل. لان الان ننظر الى الترجمه بالفرنسيه، السيد اللي ترجمها بالفرنسيه وكيهضر على يعني تفاعله مع النصوص الاصليه، النصوص المصدر. نوضح واحد المساله. نعم. لان هذه مساله الاصل راه مشكل، لانه هضر عليها هو التربيه الجامعي. فاش هضر على ريبرودكسيون ديال واحد الاعمال، مثلا قبضتي واحد اللوحه ودرتي لها ريبرودكسيون، يعني رسام اخر رسمها وفعلا تقونه ما فيهاش. كيقول لك شنو هو اللي علاش هذيك الاولى كنعتبروها يعني القمه، واخا الاخر اللي دار لها ريبرودكسيون راه حتى هو مبدع. كيقول لك الاصل مرتبط بالزمن والمكان
والمسار يعني والتجربه. صحيح. هذاك ريبرودكسيون ما فيهاش داك ماشي في ديك اللحظه اللي كان فيها كيشرب القهوه وتهرقت له القهوه على الكتاب، ويعني هو والمسار والتجربه والمعاناه اللي عاشها الاخر يعني الاصل مرتبط بديك. كتعرفوا ميلان كونديرا، المهم سان ايكريفان تشيك، ولكن بدا كيكتب، كان عايش في فرنسا اكزيلي وكيكتب، وفي واحد لو رومون ديالو لي مورتاليتي سميتها، تيهضر على الترجمه. والجميل هو انه كيشير واحد غابلي سان ايكريفان فرونسي ديال السيزيام ديال القرن 16، وغابلي معروف بلا ساتير ديالو الهجاء والسخريه، ومعاه كان عنده لو ستيل ديال السيزيام. فرنسيين ما بقاش تيقراو غابلي، وجا واحد ان ايكريفان تشيك ترجم غابلي للتشيك، يعني التشيكيه ترجمو، وكاع لي تشيك قراو غابلي وعجبهم، غادي يحماقوا على غابلي. دوك هنايا شوف، راه الترجمه تقدر تضاهي النص الاصلي، تقدر مترجم هو ديك النص يعيشو كثر. راه سا ديبون واش كاين مترجمين ترجموا نصوص تقرا الترجمه اكثر. عندك شي عرب بحال في سوريا ما عقلتش عليهم اللي ترجموا دوستويفسكي وما الى. عرفتي راه الوطن العربي اللي قراو دوستويفسكي بالعربيه احسن منا حنايا اللي قريناه في الفرنسيه. شي واحد ترجمه. دونك استاذ زويتني راه سي نور الدين مساله اخرى قبل ما نكملوا. هي واحد القوله قالها بورخيس، عنده واحد النص كتبوه سميتو بيير مينار كاتبا لدون كيشوت يعني. وفي هذا النص كيقول لك كيفاش يمكن، عرفتي بورخيس عند ذاك الاجتماعات قال لك كيفاش جوج كتاب يمكن يكتبوا نفس النص، يكتبوا جوج كتاب يكتبوا نفس النص إلا عاشوا نفس التجربه ودازوا من نفس المسار ونفس الامكنه، والشيء اللي كيكون مستحيل. لما سولتي الاستاذه ثوريه قلتي لها مثلا النص اللي كتبتيه بالعربيه وغترجميه بالفرنسيه راه نص اخر، لان هذاك اللي كتبته بالعربيه راه في واحد الزمن وفي واحد المكان وفي واحد التجربه، وهذاك اللي راه ولا واخا هو نفس النص اللي ترجمته راه ولا نفس النص. وهكذا الترجمه ديال الدرويش راه خصك تدوز من تجربه الدرويش باش يمكنلك تنتج، يعني في الترجمه ديالك تنتج نفس النص. ما عمرك يمكنلك تنتج النص ديال درويش في الترجمه. كما ايضا ما يمكنش اننا ننتجوا النص ديال سي نور الدين زويتين وبغينا نسمعوا دابا. يلا هناك يعني كتبت قصيدة طويلة، وهذا واش أقرأ القسم الثاني منها عن هي تأملات في فعل الكتابة، تأملات في فعل الكتابة وفي صورة الشاعر. يعني هذا مثلا القسم الثاني وصافي، ولكن ما عطيش عنوان. نقول مثلا شاعر المستقبل. يعني في القسم الأول هناك يعني بحال تباكي على حال الشاعر الآن، ولكن في القسم الثاني هذا الشيء علاش بغيت نقرا في القسم الثاني انه ايجابي جدا. ويكون في يوم آت او لا ياتي ان يستعلن اسم الشعر عاليا كما يستعلن موعد يوم الرب، عاليا كنفير في حروب طاحنة، سخابا كسيول جارفة، كقطعان بقر وحشي هاربة. ويكون أن يولد لنا شاعر بملامح كاسرة، بدرع كدرع ساموراي، بعينين كفارس ملثم،
بهيئة كهيئة هيبي صلف يردف فوق دراجته النارية الهارلي رفيقته بغيرة آكلة، كمسيح يدخل الهيكل ويقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، برباطة جأش سائق المقطورات الضخمة نازلين المضايق والمنعرجات الخطرة، بشمم البداوة الهاجعة تحت بدلة الشغيلة الزرقاء. ويكون أن يحشد كما في الأزمنة الغابرة الحشود، عندما كان شراع القصيدة خفاقا كشراع سفينة تنهض في الأفق، وحيزومها ثابتا في العاصفة، عندما كان لها بيت على اليابسة ومنائر مضيئة في الليل. ويكون في الأيام الغابرة أن يقول للأشياء كوني فتكون كما يشاء هو لا كما تشاء هي، كأن يقول سنبلة فتنبت حوله سنبلات 7 تصير 100 ثم 1000 ثم حقولا متماوجة في الأمداء على مرمى البصر. ويقول نجمه فترتفع فوقه بساتين نجوم متدلات كفواكه صيف. ويقول نجمه فترتفع فوقه بساتين نجوم متدلات كفواكه صيف، كمثرى وعنب وخوخ وتين وبرقوق وصفرجل وشمام وتفاح وتوت وبرتقال ورمان وكرز. ويقول سماء فتنفتح سماوات شاهقة فوقه وتنتصب سلالم منها إلى الأرض، والشعراء يصعدون ويهبطون عليها، وهاتف هذا هو ابن الحبيب الذي سررت به وهؤلاء بني البررة إلى آخره. لأنه لن يعرف أبداً السماء التي تخضر كالأمل، ولا العصفورة التي تجلس على يده لتروي له ما رأته في طيرانها الأول. لن يعرف طعم الماء ولا النهر الذي ينام في مجراه، لن يعرف أن للورود أجنحة، وأن رائحة حجر سقله الموج أزكى من عطر قرنفلة. أشفق على الرجل الذي لم يعشق شاعرة، لن يرى في سواد شعرها نجوما ولا في عينيها زهورا، لن يلمس في باطن يدها حريرا ولا في دمعتها خريرا، لن يقفز أرنب من ثنايا ضحكتها ولن تنام الدهشة على أصابعها. الرجل الذي لم يحب شاعرة ضيع 1000 امرأة في امرأة واحدة. نزيد. هادو غير صغار. النساء اللواتي تقوست ظهورهن سريعة كن يمشين وحيدات. انظر إلي أنا، انظر كيف يستقيم ظهري عندما تأخذ ذراعي في الطريق. ونحن على مائدة الفطور. هذا الصباح قلت أحبك لأمي، ونحن على مائدة الفطور، لصديقتي في التليفون، لقطة جيراننا، ولطفل لا أعرفه مر تحت النافذة. قلتها فأحسست بالكون كله يحبني. شكرا. كلما وددت الفرار أجدني أعود إلى أعتابه، أرتل الصور وأتعثر في فواصل الطرق، أتحسس ذلك الجدار الخشن، أم كانت صفحة يدي هي الخشنة؟ من يدري؟ دعنا من كل هذا الآن، ودعني أسألك، لماذا ترددت كثيراً؟ لم تكن مخيفاً حد الهرب، ولم تكن لطيفاً حد المكوث.
لقد كنت في المنتصف، في اللاشيء، تتبعني إذا أدرت ظهري، وتختفي كلما أشرقت في عيني نظرة. وأنا تعبت من ظهري ومن عيني، تعبت من الانتظار واللا انتظار، من كل تلك الهوامش الجانبية التي تهمس في أذنك عنوة: أنت هنا ولكنك لست البطل. Self-portrait. This universe when I can saw me whole. I can feel its breath blow in my face, and my features fall away. Its mouth is open like an arm of a lover, with the length of a dream and the depth of a symmetry. Whenever I want to escape, I find myself back at its doorstep, chanting images and stumbling over the roadblocks, feeling that rough wall, or is it my own palm, the rough one? Who knows? Let's leave all that for now, and let me ask you, why did you hesitate so much? You weren't fearsome enough to flee, nor gentle enough to stay. You were in the middle, in the nowhere, following me when I turned my back, and disappearing whenever a glance rises in my eyes. And I am tired of my back and my eyes, tired of waiting and not waiting, of all those sidebars whispering forcibly in your ear. You're here, but you're not the hero. الأمل ما ينبت بجانب الهاوية، وما زال المهاجرون في عرض البحر يرددون لازمة جارحة: غدا نفرح ولو بالقليل، غدا نفرح ولو بالقليل. من يعبر هذه الطريق، أرواحنا أم القدمين؟ كلانا صدق حدسه قرب النهر. أنت تقولين النهر هو ما يعبرنا جميعا، وأنا أقول ماذا يفلت من الغابة غير النهر. الكتابة لغم ينفجر في وجهك في أي لحظة، بينما الأمل طواحين هواء تشذب أجنحة الرياح. هو الأمل ما ينبت بجانب الهاوية، إذا أفردت جناحيك فإن الأيادي ستحنو. حينما يصير للشاعر ندبة يستوي العالم على قدميه. أنت لا تصير شاعرا بمجرد أن الكلمات ترقص بكعبها العالي في أوراقك، أنت تصير شاعرا إذا ما رقصت بقدم واحدة في حفل عزاء. مد يديك إلى البعيد، هناك حيث تقارع موجة أخرى لتسطو على البرية. اكشف حضنك للشمس مثلما أي سائح قادم من الشمال. لا تخف من الضوء، المجد في أن تحترق وعينك تحدق في الندم. بالنهاية لا أحد نصب الفخاخ للوردة، وحدها كانت تميل جهة الأقدام. الرصاصة التي تحمل اسمك ستأتي إليك، كما الأمل الذي يتعقب خطواتك في الطرقات. شكرا. Hope is what grows beside the abyss, and the immigrant still in the middle of the sea repeating a wounded refrain: tomorrow we will rejoice even by a little. Tomorrow we will rejoice even by a little. Who crosses this road, our souls or feet? We were
Our boats ride near the river. You say, the river is what crosses us all. And I say, what else escapes the woods but the river? Writing is a mine that explodes in your face at any moment, while hope is wind miles, trimming the wind's wings. Is it hope what grows beside the abyss? If you spread your wings, the hand will caress. When the poet has a scar, the world gets back on its feet. You don't become a poet once the words dance with its high heels in your papers. You become a poet when you dance on one foot at a funeral. Reach out your hands to the far, there, where a wave crushes another wave to conquer the wildness. Show your hug to the sun, like any tourist coming from the north. Don't be afraid of the light. The glory is getting burned while your eyes are staring to regret. In the end, no one set traps for the rose. It simply leaned on its own towards the feet. The bullet that carries your name will come to you, like the hope that follows your footsteps on the roads. I don't know how long, yet in my time, it stretches into years. A moment pulling you away, reviving old sorrows, carefully hidden in the closet's deep drawers. You might think they're long gone, but it's all there, always been there, with its bitterness and weight, spilling out one by one, surrounding you on all sides. Many hands reach out, each hand trying to grasp a limb, seeking their revenge. For every second you've forgotten, you're there, unable to fight back. You scream, no one hears. The pain grows, and you can't move. The screams are trapped inside you, suffocated, trying to run away, but in vain. You close your eyes, waiting for the storm to pass, but it doesn't seem like it will. Little by little, you're being pulled into a deep hole with no end in sight. Suddenly, you realize that it's you. You're the one who created the vortex. You're the one who longs for it to take you whole. So now you give in. Little by little, you're being pulled into a deep abyss from which nothing but blackness emerges. No light waits for you, only blackness, endless blackness. في هذه الأمسية في الحقيقة استمتعنا بأصوات رائعة، لأن الخوف هو أننا ربما يفهم كلامنا على أنه مجاملة، وهو ليس مجاملة في الحقيقة. أنصتنا إلى أصوات رائعة، أصوات يعني لا نقول أصوات محلية، أصوات يعني أصوات شعراء مكتملة التجريب صراحة. يعني هذا يعني الشاعر ذكرني بالاسم السعدي، خديجة السعدي، هذا نص يعني قمة، يعني الحوارية اللي فيه، يعني اللغة الرائعة اللي فيه، وكذلك نص الشاعر أيتيدر، يعني هذا خلاص عرفنا عليه من قبل، يعني كنعرفه من قبل. يعني هؤلاء شعراء، يعني لاحظ بأن كما يقال الأداة بعد اللغة استوت لديه، ماشي غير اللغة العربية، اللغة الشعرية، يعني امتلكوا هذه الأصوات اللي تصنتنا لها الآن، امتلكوا نصية اللغة الشعرية، ماشي اللغة العربية، اللغة العربية الشعرية، الشعر كما يكتب ماشي عربيا، عالميا صراحة، كما يكتب عالميا. يعني هذا من ناحية يعني كانت متعة. أما الترجمة كذلك عاوتاني لا يفهم قولي على أنه مجاملة. هذه الأستاذة مريم تمتلك أيضا نصية اللغة الإنجليزية. لما هضرنا قبيلة على ذلك يرتميوا على الترجمة، فهمتي، لأن كيعرفوا فقط اللغة الإنجليزية، يعني هذا